يا هلا بالمبدعين، معاكم هبة. النهاردة هعمل سكتش الألوان المية. أنا عندي جبت كمية ورق كبيرة، فأنا عايزة أجمعهم في سكتش بحيث إني مش كل مرة أرسم رسمة مبقاش عارفة أحط الورقة فين أو الرسمة تضيع، فكلهم من أول من البداية أبقى أرسمهم في سكتش مع بعض. عايزة السكتش ده يكون بمساحة A5 أو B6 اللي هو أكبر من A5 بشوية. فكل الورق جبته وقطعته، وبعد كده هبدأ أتنيه بالنص بالظبط. يا إما هستخدم أي حاجة تقيلة مثلا ظهر معلقة قلم، أنا عندي السكورينج تول دي هتني بيها وأحاول أظبط يبقى كله قد بعض. أي حاجة حرفيا ممكن نتني بيها، حتى لو إيد مقص أو حاجة تقيلة، المهم إنها هتساوي من الورق وتخليه مبطط. فأنا هتني كمية ورق وأدخلهم جوه بعض. لسه مش عارفة هخيطه ولا هدبسه، هشوف في الاخر حسب كمية الورق اللي هتطلع قد ايه. دلوقتي بعد ما تنيت كل الورق عايزة اعمل الكفر، فانا جبت كرتونة عندي قديمة. الكرتونة دي كان عليها استيكرات، كانت ظهر استيكر، ورق استيكر وكده، فانا جبتها وتنيتها وقصيتها على قد الورق بالظبط. هجيب بقى ورق طباعة عادي، الورق ده كان مطبوع عليه صور ورد، حاجات انا كنت عاملاها. هبدأ اغلف بيه الكرتون ده كأني بعمل زي ديكوباج كده، بلزق حاجة على حاجة، وهلزق بغيرة غير ابيض اللي هو من عند الموان عادي. ومن المهم هنا ان احنا ما نبلش الفرشة بمية قبل ما نوزع الغيرة، لازم الفرشة تبقى جافة تماما، لانها لو مبلولة هتخلي الورق الكرتون ده يشرب مية مع الورق اللي هنلزقه، هيبقى مجعد. لو مجعد نسبة بسيطة مفيش مشكلة، بيبقى طبيعي لو بنلزق حاجة فيها نسبة مية زي الغيرة. لكن لو بلينا الفرشة اكتر هيبقى الامر اسوأ بكتير جدا، هيبقى كله تجاعيد والورق ممكن يبقى مقبل. فانا هدهن كويس واتك على الحراف، واعمل حسابي ان انا هسيب مساحة من الورق بحيث ادخلها جوه. عارفين زمان زي ما كنا بنجلد الكشاكيل او الكراريس ونسيب مساحة احنا ندخلها جوه، فانا هعمل كده. هظبط بس الورقة وادوس بشويش جدا. ممكن استعمل الاداة اللي انا كنت بستعملها بتاعة السكورينج تول، بحيث ان انا اقدر افرد. ودايما أنا لو تلاحظوا باخد من نص لفوق ومن نص لتحت، ما بقاش من فوق لتحت مرة واحدة حتى وانا بتني الورق، عشان يديني يعني شكل املس شوية وشكل مظبوط، وفي نفس الوقت يوزع الغيرة في جميع الاتجاهات. هفتح الورقة بقى من جوه وبرضو هضغط عليها عشان اتأكد ان الغيرة لزق من الاطراف كويس جدا في جميع الاتجاهات، وبرضو هتنيها وادوس عليها كويس جدا من كل ناحية. انا عايزة اتأكد ان الورق تشرب تماما وان هو لزق الاطراف بتاعته في كل مكان. دلوقتي انا هبتدي اظبط بقى الحواف، هعمل علامة زي علامة كده مربع صغير، هقص من فوق ومن تحت بحيث لما اجي ابطنها من جوه ما تسيبش كلكعة فوق بعضها. هدهن غيرة كويس وبعد كده ابدأ الزق. يمكن هنا عملت غلطة ان انا ما عملتش حسابي ان اسيب الجزء للحرف ده طويل شوية، فانا طول معايا من الناحية اللي تحت ومن الناحية اللي فوق الجناب قصر شوية، بس مفيش مشكلة، كده كده انا من جوه هبطنها بورقة تانية. وطبعا اتأكد ان الاطراف لزقت، همشي عليها بغيرة برضو بفرشة وهقفلها والزق الظهر، واكون سريعة جدا في الموضوع ده لان هي من جوه فيها غير مبلول، فلو سبتها مقفولة على بعضها هتلزق الوش والظهر في بعض ومش هعرف افتح الكرتونة تاني. هبدأ بقى الزق الناحية التانية. انا الورق الابيض لو تلاحظوا الملون اللي انا طبعاه في حتة من الحواف بيضة كده، فانا قصيت حتة الحافة البيضة اللي هنا دي نتيجة الطباعة، بتسيب دايما حوالي 1 سنتي كده من كل ناحية، فانا قصيتها عشان بحيث يبقى الورق كأن النقشة جاية على بعضها، مبقاش فيه خط فاصل ابيض. زي ما انتوا شايفين انا لما سبتها مقفولة على بعض شوية كانت هتلزق فعلا الوش والظهر في بعض. دلوقتي بقى انا خلصتها، برضو هعمل نفس الموضوع ده اللي هو المربع اللي من الجنب زي ما انتوا شايفين، وهلزق برضو، هبتدي الزق كويس جدا. ودايما اخلي بالي ان الفرشه اللي بستخدمها للغيره تكون مخصصه للزق الغيره اصلا، ما تبقاش مثلا بتاعت الوان او حاجه عشان ما تبقعليش اي حاجه فيها ديزاين عندي. وكمان تبقى دايما نظيفه، ما بقاش فيها بواقي تراب لانه هيعيق عمليه اللزق ومش هيبقى برضو شكله نظيف. انا كده خلصتها خلاص، هسيبها بقى تنشف شويه صغيرين على ما اجهز البطانه اللي هعملها جوه. فانا جبت الورقتين دول بما اني هعمل ده لورق الوان ميه، فحبيت يكون الورق برضو مدي على سيم شكل الوان الميه والوان هاديه. فانا جبت الورق ده وقصيته على حجم المساحه الداخليه،
قصيت ورقة الاول، واول ما ظبطت قصيت التانية عشان ما غامرش بالورقتين مرة واحدة. احط بقى الغيرة كمية وفيرة، وبرضو لازم احط غيرة على الجوانب لان انا هلزقها جاية على الحرف شوية على الديزاين اللي انا حطيته الاول. هبدأ بشويش جدا افرد في كل الاتجاهات. يعني هنا اتجعدت شوية بس مش مشكلة، يعني ايه، مش التجعيدة الجامدة اللي انا كنت خايفة منها، هي لما تنشف كل حاجة هترجع تمام. هبدأ برضو اعمل الناحية التانية واظبطها، واحط على الجوانب الحراف. ضروري ضروري نثبت الحراف جامد جدا عشان ما تفكش بعد كده لما انا اجي ارسم او اجي مثلا يقع شوية مية او حاجة تفك، فانا لازم اتأكد ان هي ماسكة كويس جدا. وان موضوع الغيرة والورق ده والكرتون ده بيقوي الغلاف اللي انا هشتغل بيه عشان يحفظ لي بعد كده السكتش اللي انا هعمله. كده خلاص خلصنا الغلاف، هحطه في جنب بقى. ابدا امسك الورق بتاعي اظبطه. انا الورق بتاعي انا كنت جايبه اللي هي افرخ ورق على بعضها وانا اللي قصاها في البيت، ففي بعض الحاجات يعني مش زي الآلة تبقى مظبوطه. فانا هبتدي اظبط الورق ده، هقيس الطول والعرض على المات واحط المسطره وابدا اقص الحاجات الزياده. لما نيجي نظبط اي حاجه على المات، اي ورقه او اي حاجه عايزه اقصها، لازم اثبت طول وعرض. يعني ايه؟ هشوف القاعده من تحت، قاعده الورق واقفه على رقم كام واخليها مستقيمه، وفي نفس الوقت الورق بالطول واقف على رقم كام. كده لما اجي هقص الورق هيطلع مظبوط. انا استخدمت اللي هي القطر ده، بس القطر ده طلع ضعيف جدا، ما نفعش يقطع لي كميه الورق بتاعه الالوان الميه لانه حوالي 250 او 300 جرام. فاللي نفع فعلا هو القطر العادي، وكان فعلا عملي جدا. هبتدي اظبط بقى العرض بتاع الورق. انا هنا شلت الدبوس لان لاحظت ان الدبوس عامل ارتفاع فمش مخلي الورق مظبوط في الطول والعرض، فممكن يطلع لي الورق مش مقصوص كويس. مهم جدا نكون صبورين في عملية تقطيع الورق عشان تبقى الحاجة مظبوطة. هبدأ بعد كده اشوف هحط انا دبابيس دباسة، مش هخيط الورق في بعضه. مرة تانية هبقى اعمل نوع تاني واخيطه. فجبت دبوس وقست المساحة فين فوق وتحت، وهجيب الدبوس الورق اللي هو الطويل ده اللي بنحطه في الخشب، وهبدأ بقى اعمل زي فتحتين فوق وتحت مكان الدبوسين، واخد بالي ان انا حاطه حاجه تحت، حاطه المات وحاطه او كرتون عشان ما بوظش الدنيا. وبعد ما اخرمهم بقى ابدا احط الدبوسين. وانا هنا استخدمت دبوسين يكونوا طوال. لو عندكم دبابيس الدباسه الكبيره قوي قوي دي هتبقى حلوه طويله. انا عندي كان الدبوس الوسط يعني اللي هو مقاس 24/6، فده كان مناسب برضو لحجم الورق. انا مش حاطه كميه ورق كبيره، انا حاطه حوالي 8 ورقات تانياهم، يعني بمعدل 16 ورقه. 16 ورقه وش وظهر، يعني ايه 8 ورقات. فالتمن ورقات مع الكرتونه بتاعه الغلاف فهو يدوبك جدا على الدبوس الكبير. حابين تركبوا الدبوس من جوه او من بره براحتكم، بس خلي بالكم ان لو ركبتوا الدبوس بحيث راسه تبقى جوه ورجليه الاتنين دول يبقوا بره، خلي بالكم ان هو ممكن ينتش اي حاجه، الا لو هو هتتنوه جامد جدا وتاكدوا ان هو يبقى املس ما يخدش اي حاجه. بعد ما اركبه بقى هتاكد ان هو اتنى زي ما قلت لكم عشان ما ينتش اي حاجه بالمقص كده، وهحاول ادوس عليه كويس جدا من الجناب. وبرضو هظبط الناحيه التانية. وكده ابقى خلصت الدفتر. عايزين في الاخر بس نضغط عليه بشويش عشان ايه، اي ورقه متنيه ولا حاجه تتفرد. وممكن نمسكه بدبوس مكتب بس شويه كده بحيث يبقى مقفول على بعضه. وده كده كان الدفتر بعد ما خلص من جوه ومن بره. انا سعيده بالنتيجه واتمنى الفيديو يعجبكم.